ونكمل مع بعض في الشعر. على فكرة الفيديوهات دي انا عاملاها كلها في وقت واحد، بس هنزلها على مراحل. قلت فاضية النهاردة كده اعمل شوية فيديوهات وينزلوا كل يوم حاجة عشان ما الاقيكوش وكل شوية اتقل عليكم يعني. تمام. طيب ايه تاني نحافظ بيه على الشعرية؟ الغسيل. الغسيل انا ما اروحش كل يوم امسك شعري اغسله بشامبو وشامبوهات من اللي هي اللي مجهولة المصدر، طبعا دي حاجة مضرة جدا للشعر، وارجع اقول شعري بيقع، شعري هايش، شعري متساقط، شعري. لا، في حاجات كتير احنا نقدر ان احنا يعني نتفاداها. المفروض اصلا الشعرايه بتتغسل مرتين بس في الاسبوع، ده الغسيل الصحي لاي شعرايه، مرتين في الاسبوع. طيب انا دلوقتي محتاجه ايه لو هغسل 3-4 مرات في الاسبوع؟ مره واحده بس شامبو، ويا ريت يكون شامبو صحي زيرو صوديوم، علشان ما يضرش الشعريه عندنا. طب لو هغسل كل يوم، عندي ظروف هغسل كل يوم، هغسل كل يومين، هغسل 3-4 مرات في الاسبوع، بلسم بس على الشعرايه، او حمام كريم. حمام الكريم والبلسم بس هيحل محل الشامبو. احنا كده عملنا ترطيب للشعرايه وما اذيناهاش بالغسيل الشامبو الكتير المتكرر. وطبعا الناس اللي عامله الفرد، اللي عامله بروتين والحاجات دي اساسي المره واحده بس في الاسبوع، او كل 10 ايام مره واحده بس شامبو. الغسيل الكتير في الشعر للشامبو بيضر الشعرايه، ما بيفيدهاش. احنا دلوقتي ويا ريت الدهان صح، الزيوت والكريمات اللي انا بيجيلي ناس، انا من ملمس الشعرايه انا مش عارفه، مش قادره امسكها من الزيوت والكريمات اللي عليها. طب ليه كده؟ انا قبل ما احط زيت تاني لازم اكون منضفه شعري. ونرجع نقول في حمل على الشعرايه دي بتتنفس زيها زينا، بتتنفس، محتاجه نخف عليها شويه، محتاجه ان احنا نعمل لها كريمات خفيفه، سيرم. طبعا السيرم ده احلى حاجه للشعر، وخصوصا بقى الاطفال اللي بيجوا لي هنا مامتهم بتجيبهم لي علشان الشعرايه هايشه والشعرايه بتتساقط والشعرايه المشط بيقف فيها من كتر الزيوت اللي عليها. واكيد في حالات كتير سمعاني دلوقتي وعارفه ان الكلام ده حصل. الناس، انا بيجيلي بنات هنا الشعرايه من كتر الزيوت اللي عليها الشعرايه خشبت، المشط ما بيمشيش في الشعرايه. طب ليه؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ طالما انا في ترطيب، في حمامات كريم، في بلسم. احنا دلوقتي يا جماعه كل حاجه بقت متوفره. زمان لما ما كانش الحاجات دي متوفره، ما كناش بنسمع عن الشعور اللي بالمنظر دي، والتساقط والتشابك والشعريه الخشبيه. طب انا دلوقتي في حاجات موجوده، الترطيبات، الحمامات الكريم، السيرم الخفيف. اروح لي اجيب زيت تقيل كده، زيت زيتون وزيت معرفش خروع وزيت، انا بسمع زيوت غريبه وتركيبه من عند العطار واحط على الشعر، ونرجع بعد كده نشتكي ونقول له الشعر بيقع. الشعر ده بيتنفس زيه زينا، محتاج حاجه خفيفه عليه علشان اقدر اسرحه. البنات طبعا او العرايس او الستات اللي بتيجي تعمل البروتين، انا بديها ميعاد الاول، يعني لازم الشعريه تنضف من الزيوت اللي عليها دي. هي نفسها بتشهد وبتيجي تقول لي انا لما بطلت احط الزيوت والكريمات بغسل بالشامبو بس، المشط بقى يمشي في شعري، حسيت ان الشعريه خفيفه، يعني فريش كده وخفيفه، مش المشط بيقف فيها. فده دليل ان الزيوت والكريمات احنا اللي بنأذي نفسنا بنفسنا.